سياسة أف لها أف لها أف لها، سفكت دماءنا، انتهكت أعراضنا، شوهت بديننا، شوهت بجمال ديننا، سلطت الأعداء علينا، مزقت صفوفنا، شتتت شملنا. أف للسياسة يا دعاة السياسة. نحن جياع أن نشتري الأكل وأن ناكل اللقمة يابس، إلا أنا عليها حاجة لا أخسر لا كثير ولا اتقوا الله في أبناء اليمن يا دعاة السياسة، ستقفون أمام الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وقد سفكت بسبب سياستكم الدماء، وانتهكت الأعراض، وانتشرت الأحقاد والضغائن. يا دعاة السياسة، ألا تستحيوا من الله؟ ألا تخشوا الله؟ ألا تراقبوا الله؟ ألا تراقبوا يوما تقفون فيه أمام الله وأنتم دعاة إلى انحراف الناس وإلى فساد الناس وإلى تقتيل الناس بعضهم لبعض؟ من عجن البلاد، من مزق البلاد، من شتت البلاد، من ذبح البلاد، من سفك دم البلاد، من قطع الطرق في البلاد، من امتص ثروات البلاد؟ إنهم السياسيون. إن السياسة كذب، إن السياسة دجل، إن السياسة خداع، إن السياسة لف ودوران. وأقصد بكلامي في السياسة المستوردة من أعداء الإسلام، سياسة الديمقراطية، وسياسة الاشتراكية والبعثية، وسياسة الليبرالية، وسياسة العلمانية، وسياسة العولمة التي جلبها الناس من أعداء الإسلام. أما سياسة القرآن والسنة فهي سياسة الرحمة، سياسة العدل، سياسة الأمن، سياسة جمع الكلمة، سياسة وحدة الصفوف. فيا أيها العقال، أنا أنادي العقال، أنا أنادي العقلاء، أنا أنادي الأمناء، أنا أنادي الصالحين، أنا أنادي من يخافون الله، يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله، أن نكون يدا واحدة أيها الناس على كتاب الله وسنة الرسول.